طب يا جماعة واضح كده ان احنا بننافس مانشستر سيتي للمرة الثالثة. يعني انا شايف ان بعد فورمة ليفربول والمستوى اللي ليفربول فيه، شايف ان هو ده مش الموسم بتاعهم يعني، وهيبقى فيه مشاكل وصعب قوي ان هم يبقوا بينافسوا على الدوري او يبقوا هم اللي ياخدوا الدوري يعني زي الموسم اللي فات. فشايف ان سيتي هو اقرب منافس بالفورمة الخيالية بتاعت ايرلينج هالاند، وان فودن ما شاء الله ابتدى يستعيد مستوى تاني، والفورمة بتاعته شرقي برضو ابتدى ينسجم مع منظومة مانشستر سيتي، وابتدى ان هو يتعود على الفرقه وبيقدم ماتشات كويسه جدا. فيا رب بس يعني التالتة تبقى تابتة. يعني انا مش هستحمل الصراحه موسم كمان مانشستر سيتي وجوارديولا يجوا ياخدوه مننا. يعني احنا اول ما بدانا ننافس تاني على دوري في موسم 22 23 ما قدرناش ان احنا نماتش الليفل بتاعهم، واخدوا مننا الدوري وحصل لنا اصابات واصابه صليبه والكلام ده كله. الموسم اللي بعديه لما كنا اقوى شويه دفاعيا انضج شويه، اخدوا برضو مننا الموسم كان بفرق نقطه او حاجه كده. بعدين انت وقعت الموسم اللي بعده وهم كمان وقعوا، وليفربول اخد الدوري وصلاح عمل سيزون استثنائي. وبعدين بتيجي الموسم ده انت ماشي كويس جدا، دفاع قوي، كل الكلام ده، بتكسب ماتشاتك لحد ما برضو هم فجأة كده ايرلينج هالاند قرر انا هعمل موسم زي اول موسم لما جيت الدوري الانجليزي، وهعمل موسم قوي جدا، وشايل الفرقة على كتافه. وهوبا اتعادلت انت مع ساندرلاند، رقعوا هم ليفربول 3، الفرق بقى 4 نقط. طيب 4 نقط مع مانشستر سيتي دي كلنا عارفين ان هو مش عدد نقط كبير، هو حاجة تخوف جدا لمانشستر سيتي صاحب الفورمه الخياليه. لكن السؤال بقى، هل ده مانشستر سيتي بتاع موسم 22 23 و23 24؟ يعني 22 23 اللي خد الثلاثيه، والموسم اللي بعديه اللي اخد منك الدوري. انا في رايي لحد دلوقتي لا. ليه؟ لان هو معتمد بشكل كبير جدا جدا على الفورمه بتاعت هالاند. يعني هالاند لو حصل له اي حاجه، لو الفورمه وقعت او لو اتصاب او لو اتوقف فتره او يعني لو اي حاجه، لو بعد عن الماتشات، انت 90% من اهدافهم الموسم ده هي هالاند. يعني هالاند الهداف بتاعهم جايب حوالي 14 15 جون حاجه كده، ورقم اتنين بعديه مسافه كبيره جدا. زي الموسم اللي فات لما كنت بقول لكم ان محمد صلاح هو اللي شايل ليفربول وماشي بيها، وهو كان معظم اجوان ليفربول كان محمد صلاح. لو كنت شلت اجوانه ليفربول كانوا هيبقوا يعني في مركز حتى مش في التوب 7 ولا التوب 8. فانا شايف ان مانشستر سيتي في وضع سيميلر او وضع مشابه جدا جدا الموسم ده، ان هم معتمدين جدا على فورمه هالاند الخياليه دي. لو الفورمه دي لاي شكل من الاشكال او لاي سبب وقفت، هيبقوا في مشكله كبيره جدا جدا. مش ده سيتي اللي كان متكامل اللي انت كنت بتنافسه في المواسم بتاعت زمان اللي قبل كده، اللي كان فيه رياض محرز ورودري. رودري طبعا مصاب دلوقتي، واللي كان فيه برناردو سيلفا في البيك بتاعه، واللي كان فودن كمان في البيك، وكان فيه دي بروينا و فانا شايف انه نركز ونكمل نعمل شغلنا، وان شاء الله حاسس انه كده كده مش ده مانشستر سيتي اللي هو البعبع اللي كان معقدك. ان شاء الله التالتة تبقى تابتة، بس يا رب بس ان يعني الاصابات تبعد عننا ونعرف ان احنا نكمل ماتشاتنا ونكسب وما نتعصبش.